السلام عليكم. اخيرا النادي الاهلي بيعلن عن المدير الفني الجديد للفريق وهو اياس سورب، مدرب عكس توقعات وطموحات جماهير النادي الاهلي. ولكن خلينا نتفق ان مش بالضروري خالص ان يكون المدير الفني الجديد اسمه كبير علشان نضمن نجاحه مع الفريق. لا، ارجع للتاريخ وهتلاقي ان في مدربين كتير جم النادي الاهلي وما كانوش اسماء كبيره بس عملوا نجاحات عظيمه، وابرزهم طبعا الداهيه مانويل جوزيه. طيب مين هو اياس سورب؟ ده اللي هنعرفه النهارده. اسم علاء محمد ويلا بينا. اياس سورب دنماركي الجنسيه وعمره 55 عام. تاريخه كلاعب كان في فرق مش معروفه ما بين النمسا والدنمارك والنرويج. اما بقى تاريخه في تدريب الانديه، اول تجربه ليه كانت مع نادي اسبيرج الدنماركي، وقدر يكسب معاهم الكاس في اول مره في تاريخهم، وكمان حقق افضل مدرب في الموسم ده. تاني تجربه ليه كانت مع منتخب الدنمارك بس تحت 21 عام، وقدر يوصل بيهم لليورو بعد 20 سنه من عدم التاهل. ومش بس كده، ده قدر يوصل بيهم للدور قبل النهائي في البطوله وصعد بيهم للاولمبياد. بعد تجربه منتخب الدنمارك درب نادي ميتلاند 3 مواسم وحقق معاهم الدوري مره، ثم ناديي جنت وجينك في بلجيكا، بس ما حققش معاهم اي حاجه علشان كانت التجربه قصيره، علشان يرجع الدنمارك مره تانية ويدرب نادي كوبنهاجن وقدر يكسب معاهم الدوري ويتاهل لدوري ابطال اوروبا. واخر محطه ليه كانت في المانيا مع فريق اكسبيرج لمده موسمين. وابرز حاجه عملها في تاريخه لما خرج نادي مانشستر يونايتد الانجليزي من الدوري الاوروبي. طريقته المفضله هي 4-3-3 او 4-2-3-1 بمختلف بقى طرق لعبها. بيحب الاستحواذ والضغط العالي والتحول السريع من الهجوم للدفاع، ودي صفات كل الجماهير بتتمنى تشوفها في اي فريق بتشجعه. بيحب الالتزام والنظام والاعداد الجيد، وراجل جريء جدا وصارم بس بهدوء، وفي نفس الوقت عنده مرونه في الخطه اللي تناسب كل ماتش والخطه اللي بتناسب امكانيات اللعيبه. وده كان على لسان كابتن وليد صلاح الدين مدير الكره حاليا في النادي الاهلي، واللي قال لما سالنا الراجل قلنا له هتعمل ايه لو اللعيبه مش قادره تستوعب الخطه بتاعتك؟ قال لك انا عندي مرونه، وده فعلا حصل معايا قبل كده، وغيرت من خطتي وطريقه لعب علشان تناسب امكانيات اللعيبه اللي معايا. وده طبعا شيء كويس جدا ان المدير الفني يكون عنده مرونه كبيره. بس خليني اقول لك ان الراجل ده عنده مشكله، وهي ان بنسبه 95% مع كل الفرق اللي مسكها ما حققش معاهم اي حاجه في اول موسم، لكن في تاني موسم بيحقق معاهم البطولات والانجازات. وده حصل مع كل الفرق اللي مسكها قبل كده، بس باذن الله يقدر يكسر العقده دي مع النادي الاهلي ويحقق كل البطولات. انا عن نفسي مستبشر جدا بالراجل ده، وان شاء الله يكون عند حسن ظن الجماهير والاداره. ده كان فيديو النهارده. اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعي لاخواتنا في كل مكان. صلى على حبيبك النبي. سلام.